بسم الله الرحمن الرحيم. النصاب قانوني، وعلى بركة الله نبدأ اجتماعنا. يا أخوان، اليوم الجلسة الطارئة هي لفرحة كبيرة كنا ننتظرها منذ سنوات، لمشكلة كنا نعاني منها ويعاني منها كل أعضاء الجمعية، سواء كانوا هيئات أو لجان أو أعضاء هيئة عامة. فبحمد الله تعالى استطعنا في هذا اليوم أن ننهي هذه المشكلة، وهي فسخ عقد الاتفاقية اللي كانت ما بين الجمعية وبين المستثمر العراقي شركة السبق للاستثمار، عن طريق محامينا وأستاذنا المحترم الأخ حسام شرعب. وباسم الهيئة الإدارية قدم لك كل الشكر والتقدير على ما قدمته. فاستطاع أنه يتوصل لفسخ القرار باتفاق ما بين ممثل الشركة، شركة السبق، وهو باعتباره ممثل الجمعية. وصار في تنازل بالطريقة والصورة اللي احنا كهيئة إدارية كنا أقرناها يوم أمس. فبسعدني أنه أزف لكم هذا الخبر، وهو أنه اعتبارا من اليوم أرض الجمعية، أرض حنوطية اللي احنا مسمينها المول، قد عادت للجمعية اعتبارا من اليوم. وبشرفني أنه أترك المجال لمستشارنا أنه هو يقرأ قرار التحكيم والاتفاقية اللي صارت ما بيننا وبين شركة الاستثمار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا نشكر ربنا اللي قدرنا انه احنا نوصل للنتيجة هذه بأقل خسائر وأسرع وقت، حتى زي ما بيقولوا الواحد يوقف النزيف بعدين نعالج الجرح. طبعا هذا الفضل برجع لكم كلكم، لأنه هذا مجهود جماعي، يعني ما بيقدر واحد فرد فينا هو اللي يقوم فيه. على راسنا سعادة العين أبو تامر، توجيهاته وإدارتكم كهيئة إدارية هي اللي يعني ساعدتني في إني أتمكن بإني أوصل وأحقق هذه النتيجة. الاتفاقية المصالحة اللي وصلنا لها مع شركة السبق، طبعا الحمد لله كان الشروط معظمها لصالح الجمعية، وفيها إقرار باستعادة الأرض بدون ما نتحمل تكاليف ومصاريف زيادة، باستثناء اللي نصت عليه الاتفاقية من بنود، وأعتقد الكل اطلع على نسخة عنها. طبعا الشركة بهالمقابل بتبري ذمة الجمعية من أي مطالبات أو حقوق، للعلم إنه هم بيدعوا إلهم عنا، وإحنا كمان إلنا مستحقات عند هذه الشركة. لكن لما نيجي نشوف بالمحصل النتيجة اللي وصلنا لها، بنقول إحنا وقفنا النزيف واستعدنا الأرض وكسبنا بعض يعني المخرجات اللي ترتبت على الاتفاقيات السابقة، منها أجرات عن فترات عن سنوات الماضية
منها الحفرية اللي هي فعليا بتكلف مئات الألوف. بجوز زي ما بيقولوا رب ضارة نافعة، يعني احنا لو استمرينا في كان إيجار زهيد قبل 8-9 سنوات اللي هي إيجار الأرض، وهذه حقيقة هي أكبر قطعة أرض تجاري في عمان الغربية، وفعليا المفروض يعني يكون عليها أكبر مول في عمان. فنشكر الله يعني اللي احنا قدرنا نستعيدها، وإن شاء الله ربنا يوفقنا ويوفق الجمعية ونقدر نوصل لشخص اللي يقدر قيمة هاي الأرض، وبالتالي يكون مردودها على الجمعية أكبر من السابق يعني. بالنتيجة بنود الاتفاقية بتهيألي إذا حابين أعيدها أنا بعيدها، ما عندي مشكلة، أو إنه نوصل للملخص تبع الجمعية. شو بتفضل خالد؟ الملخص هو الكل بيعرف، امبارح قروها كلهم وموافقين عليها بالاجماع. الملخص احنا اتفقنا مع الشركة انه بعد ما اخذنا موافقة مبدئية من اعضاء هيئة التحكيم انه يا عمي تكتفوا بالاتعاب اللي كان واصلكم، واحنا بكل الاحوال الشركة ما دفعت لا اتعاب عن نفسها ولا اتعاب عنا، احنا تحملنا اتعاب الطرفين، وهي كانت اتعاب نسبيا بالنسبة لقيمة العقد كانت قيمته كبيرة، فالاتعاب كانت بالنتيجة كبيرة. فمقابل انه الهيئة اعطتنا فرصة انه نصلح، قالت يا عمي اذا بتصلحوا خلال جلسة احنا بنعفيكم من باقي الاتعاب. فجينا حسبناها لقينا انه إلنا مصلحة نحل مع الشركة مقابل نوفر وقت، مقابل نوفر مصاريف زيادة، لأنه إذا استمرينا في التحكيم راح يندفع أكثر من المبلغ اللي إحنا صالحنا فيه مع شركة السبق. كان مثال إلها طوابع على عقد الاستثمار قريب 14,000 وشوي، بس طوابع للدولة. بعدين قديش بدها وقت في التحكيم؟ ممكن شهرين، ممكن 3، للعلم إنه وضعنا كان كثير ممتاز في إجراءات التحكيم، لكن برضو الوقت كان يعني له دور وعامل مهم في انه، لانه انت لما ناخذ الارض الان نقدر نشوف لها مستثمر خلال فتره قصيره، فبالتالي هذا كله مردود للجمعيه. صحيح. لو اخذنا بالتحكيم في مجال الاستئناف طبعا، غير انه احنا على فرض انه اخذنا حكم خلال 2-3 ممكن يستأنف الحكم وهو قرار قابل للاستئناف. بالاستئناف الجلسات بتكون مرافعه، يعني ممكن كل أسبوعين جلسة، يعني ممكن نقعد بالاستئناف كمان 6 أشهر، وإذا دخلنا عطلة قضائية راحت وقفت الجلسات من 15/7 ل 1/9، فممكن تمتد لنهاية السنة. هذا الاحتمال لو استمرينا، لكن الآن انتهى. الآن احنا بدي أنا بس أركز على بندين بالاتفاقية، أو بالأحرى 3 بنود. البند الأول إنه الشركة السبق تسقط حقها تجاه الجمعية عن أي حقوق أو مطالبات ناتجة عن استثمار قطعة الأرض والاتفاقيات المتعلقة فيها إسقاط نهائي لا رجعة فيه، ولا يحق للشركة مطالبة الجمعية بأي مطالبات أو تضمينات أو مبالغ أو حقوق مهما كان مصدرها أو نوعها. البند الثاني اللي بدي أشير له إنه اتفقنا إحنا والشركة على إقالة وفسخ وإنهاء اتفاقية الاستثمار المبرمة بتاريخ 25/8/2008، يعني إحنا بنحكي عمر الاتفاقية الأولى بتجاوز 8 سنوات، والملحق التابع لها والتي تتعلق باستثمار كامل قطعة الأرض واعتبارها منتهية، ولا ترتب للفريق الثاني اللي هي شركة السبق أي حقوق أو مطالبات في مواجهة الجمعية من أي نوع مهما كان نوعها، بما فيها أي أجور أو مبالغ دفعت من الشركة للجمعية سواء مستحقة أو مستقبلية. وهذه العبارة كان المقصود فيها إنه إذا إحنا كنا رافعين فسخ، فبالقانون الفسخ يعني إعادة المتعاقدين الحال اللي كانوا عليها قبل التعاقد، فبالتالي كونه في مبلغ من الأجار مدفوع للجمعية عن فترة مستقبلية اللي هي في نهاية مدة العقد في نهاية 25 سنة، فكان لازم نرجعهم في حال الفسخ. فإحنا تداركنا بهذا البند إنه إحنا ما راح نرجع للشركة أي مبالغ. طبعا ليش ما راح نرجع للشركة أي مبالغ؟ إحنا إلنا عليها مستحقات، من هذه المستحقات
في أجار باقي أجار من سنة 2012 وكامل أجار 2013. لما بنجمعهم مع المبلغ اللي هم دافعينه بالمقاصة بيطلع الحساب صفر. وفي بند كمان، ويعتبر توقيع هذه الاتفاقية تنازل وتسليم لقطعة الأرض من الشركة للجمعية بمجرد ما توقعت. طبعا برضو في بند أضافوه الإخوان مشكورين، يعني امبارح بالليل بجوز الساعة 8، إنه أي مخططات، أي مخرجات نتجت عن عقد الاستثمار كان باسم الأرض لصالح المشروع، هو أصبح حق للجمعية، سواء مخططات، سواء فحوصات مخبرية، سواء تصاميم، سواء عقود تتعلق بهذا المشروع أو الأرض، أصبحت ملك للجمعية. البند الأخير اللي هو بدي أحكي على موضوع المصادقة على هاي الاتفاقية. إحنا اليوم بفضل رب العالمين كان عندنا جلسة الساعة 12:30 مع هيئة التحكيم، وحضرنا طبعا إحنا كلنا، وأخذت نسخة أصلية موقعة من أعضاء هيئة التحكيم. راح أقرأ لكم مضمونها باختصار شديد. تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب وكيلي الفريقين وسند لنص المادة 39 من قانون التحكيم رقم 31 سنة 2001 وتعديلاته، المصادقة على هذه المصالحة واعتبارها مع ما ذكر بلسان الطرفين في هذه الجلسة بمثابة قرار تحكيم صادر عن هذه الهيئة ومنهيا لإجراءات التحكيم، وله ما لأحكام المحكمين من قوة التنفيذ، واعتباره حكما قطعيا غير قابل للطعن، قرارا وجهيا صدر بإجماع أعضاء هيئة التحكيم بتاريخ 29/1/2014 وسند الأحكام مادة 42 من قانون التحكيم المشار إليه. تم تسليم كل من الفريقين نسخة عن هذا القرار. يعني هذا القرار قطعي وغير قابل للطعن، وإن شاء الله إنه نقدر الثغرات اللي كانت في العقود القديمة لما بيجي مستثمر إنه نداركها، لأنه هذه الأرض ثروة الصحيح، ويعني قيمتها عالية، وإن شاء الله تكون يعني هذه بداية خير على الجمعية إن شاء الله، وإيرادات إن شاء الله أعلى إن شاء الله. تفضل. لجنة التحكيم هي هيئة التحكيم أبد لا، ما في. القرار هيعتبر كأنه قرار درجة أولى، قرار محكمة بداية، لأنها تشكلت بموجب قرار صادر عن محكمة الاستئناف، هو اللي شكل هذه الهيئة، فالقرار الصادر عنها يعتبر كأنه قرار درجة أولى. تفضل. لا بسيط، الله يعافيك. بس طبعا هذا ما لازم يتسجل عند المحكمة لا ما بتسجل سيدي أبدا. الآن في نقطة ثانية، هم كانوا رافعين شركة السبق على الجمعية دعوى بطلان تبليغات. هم بدهم يحاولوا يبطلوا الإنذارات اللي احنا وجهناها، والإنذارات اللي عينا فيها محكمين واللي تم بناء عليها صدور قرار محكمة الاستئناف. حاولوا أو يعني كانت محاولة إنهم يبطلوا هذه التبليغات حتى يقدروا يبطلوا إجراءات التحكيم ويرجعوا من أول وجديد في إجراء التحكيم، لأنه صحيح إنه هيئة التحكيم كانت ضاغطة بشكل كبير. يعني أنا صار لي 15 سنة بهاي المهنة، قلائل من المحكمين اللي برضى كل أسبوع يعمل جلسة، فإحنا كنا كل أسبوع نعمل جلسة، وما شاء الله كانوا سريعين في الفصل في طلبات الخصوم واستدعاياتنا ودفوعنا واعتراضاتنا وكذا. فانضغط الخصم الصحيح، حاول كثير يعني على مستوى. كان عندنا جلسة بالثلجة، كانت يوم أحد وكانت الدنيا ثلجة، حكوا معي قالوا لي بتقدر تيجي هيئة التحكيم؟ قلت لهم يا جماعة والله لو بالهليكوبتر ودينا مسكرة عندنا ما بقدرش حتى سيارة تتحركش. قال إذا من بلغك من الآن إنه الجلسة صارت يوم الثلاث، يعني رفعوها يوم، أجلوها يوم لثاني يوم. فكان تعاونهم رائع صحيح يعني، وكثير ساعدونا أن نوصل لهذا الحل. يا سيدي بارك الله فيك وفي جهودك، وربنا يديم عليك الصحة والعافية ويقدرك دائما على عمل الخير، وانت ما شاء الله ما قصرت، وأسأل الله أنه يكون لك التوفيق دائما في كل أعمالك وكل مساعيك الخير المباركة إن شاء الله. فمبروك إلنا، مبروك للجمعية، ومبروك لكل الأعضاء وللهيئة العامة ولكل أهلنا. هذا إنجاز كبير. احنا صرنا 8 سنوات بنعاني من الشغلة هذه، والحمد لله أنه اليوم هي فرحة كبيرة إلنا كلنا. وبقول شكرا لك وشكرا لكل الأخوان
اللي الكل ساهم والكل أعطى رأي والكل أعطى مجهود حتى استطعنا أن نوصل لهالنتيجة هذه. وإن شاء الله في المرة القادمة أنه ما بكون في أخطاء بهالشكل هذا، وإن شاء الله بتكون الأمور مدروسة أفضل من هيك، ويعني تعطينا مردود أفضل مما كنا نتوقع في السابق. وشكرا لك. تفضل أخ. بدي أسأل عن نقطتين. واحدة هلا حكيت عن وأي حقوق. الشيء اللي اجى على بالي أنا كنت على اطلاع سابقا، لو كان هو ملتزم مع ناس ولهم حقوق عليه. سيدي أنا وردتها في الاتفاقية، خليني أقرأ لك الفقرة لأنه خاصة مع الحفريات بتوقع صار مشكلة بيناتهم. خليني أقرأ لك. هاي احنا يعني ما تفوتنيش شغلات صغيرة زي هيك، أنا كثير حريص في هذا الموضوع. البند السادس، وكنت أتمنى أنه لو يطلعوا عليه حتى لو بطريقة سريعة. البند السادس بيقول أنه اتفق الفريقان على أن أي مخططات أو تصاميم أو فحوصات مخبرية وأي مخرجات أخرى تم إعدادها من قبل الفريق الثاني اللي هي الشركة تتعلق بقطعة الأرض رقم كذا حوض كذا من أراضي قرية وادي السير والمشروع ومشروع المول المراد إقامته عليها أو تراخيص أو موافقات تم إصدارها والحصول عليها تؤول ملكيتها للفريق الأول اللي هو الجمعية، ويحق له أي الجمعية الفريق الأول متابعة الحصول عليها من الأطراف الأخرى ومنها تلك التي قام الفريق الثاني بالتعاقد معها دون أن يترتب على الفريق الأول اللي هي الجمعية أي أعباء أو التزامات مالية، وعدم تحمل أي التزامات كانت مترتبة على الفريق الثاني تجاه الغير. هاي اللي أضفناها امبارح من خلال عناد. الشغله الثانيه بالنسبه يعني لو بطريقه الصدفه حد بعرف وينها. والله شوف أنا طلبتها من وكيل الشركة، وكيل شركة السبق، بعد ما جتني معلومة من أحد أعضاء المجلس إنه المخططات انسحبت من الأمانة أو المشروع انسحب من الأمانة. هو الصحيح إنه المشروع ما حدا بيقدر يسحبه إلا شخصين، إما الشخص اللي هو يملك قطعة الأرض واللي باسم المخططات اللي هي الجمعية، أو المكتب الاستشاري. هذول الاثنين اللي بيملكوا إنهم يسحبوا المخططات. باعتبار إحنا ما سحبناها فما ضل غير المكتب الاستشاري. وبموجب هذه الاتفاقية أنا كنت حاكي لسعادة العين إنه أنا راح أحكي بكرة إن شاء الله الخميس مع المكتب الاستشاري، وأروح عنده مع المكتب أطلب نسخة عن هاي المخططات سواء على ورق أو CD أو بغض النظر، على أساس طبعا هو أي مستثمر راح يجي مستقبلا أكيد راح يكون له توجهات ثانية وبده يحاول يستغل المساحات أكبر وبده يحاول كذا، لكن هي تعطي فكرة عن قديش أنت بيطلع لك مساحة بنى، مساحة إيجارية، فبالتالي ممكن يحسب قديش مردود مشروع من هذا النوع، مش أكثر يعني. تفضل عندي اسمه، عندي والله عندي في المكتب وكيالي هذا. يعني حتى يعني صار فيهم انه ما نقول نبقى ملتزمين معهم، يعني احنا كنا اياها حتى لو صار شوف لاي مستثمر يبقى دورهم الاستشاري من باب انه ما يتنصلوا من الموضوع. هلا سيدي احنا باعتبار بالبدايه احنا ما اتفقنا معاهم، فانت ليش تلزم الشخص اللي بيجي يستثمر الارض انه بدك تكمل مع فلان او مع علتان؟ لا مش هذا المقصود. ما راح تكون نصر، يعني احنا نشوف هون يعني بمعنى ثاني حتى ما يتنصلوا منها، يعني يقول لك مش عنا يعني اسلوب كده شويه. يا سيدي مش موجودة عند المكتب الاستشاري، بتلاقي نسخة في نقابة المهندسين، وما شاء الله أكيد في عندنا هون مهندسين بيقدروا يراجعوا النقابة يعني. تفاءلوا بالخير تجدوه. لذلك يعني واضح عشان زي ما حكى نكمل بالاسلوب الحلو اللي بلشنا فيه بالود، ما بنطلع معهم زي ما حكيت رسمي انا بقدر نلتزم معك، بس يعني ضلنا حبين حبايب ان شاء الله يا سيدي، ان شاء الله يعني احنا الصعب قدرنا عليه، ان شاء الله المرحله هاي يعني كثير اخف راح تكون واسهل من سيدي. احنا اليوم كنا اتفقنا انه من بكره سعاده المستشار هو يبلش في البحث عن هذه المخططات سواء عند الاستشاريين او باي مكان. المهم انه احنا لازم نحصل على نسخه من هذه المخططات لانها هي ضروريه، لازم تكون بين ايدينا وعندنا. احنا كمان مره نترجاك يعني انه
تبذل مجهود كمان زي كما عهدناك انه تحصلنا على المخططات هذه قريبا ان شاء الله. اللي نقدر نجيب منه المخططات من وكله من الشركه من كذا ما تاكلوا. هل في حدا يعني انت ما بتأمل تلاقيها بالمنطقه ولا هلا انا شوف انا ما نزلت على الامانه، انا من المعلومه لا بالمنطقة ولا بالأمانة. ما في أنا لا بالمنطقة ولا بالأمانة. في دفاتر القرارات موجودة، أما المخططات اللي قدموها مسحوبة. يعني تأكدت 100%؟ 100% نعم. شيلونا بالأمانة كان جبناه بأي شكل. أما يا الاستشاري يا المحامي يا صاحب الشركة. وأتوقع إنه الاستشاري. مين هو صاحب الصلاحيه اللي يسحب هاي المخططات؟ قالوا لي واحد من اثنين، اما اللي مقدم باسم المخططات وهي الجمعيه او المكتب الاستشاري، هذول الاثنين اصحاب الصلاحيه اللي يسحبوا. بالنص هذا بتوقع يعني ان اذا ناكد على انه هذا المشروع هذا الاستشاري اللي اقامه وفقا لهذا البند بقدر اطالبه واجيبهم يا سيدي خلينا نشوف اول خلينا نشوف المعلومه هاي في المكتب اللي هون ما اشتغل. هو صحيح اللي اشتغل مكتب في بيروت. نعم صحيح. وجابوا المخططات هون، المكتب هون دوره انه يتابع عمليه الترخيص والتفريق. صحيح. فاذا المعلومه ما دام عندكم مضبوط، بس يعني اكيد مكتب لما بيقدم مخططات باسمه بيكون محتفظ يعني لو يعني هذا المكاتب مش من المكاتب الصغيره، بتهيألي المكاتب كثير يعني حريصه على هيك عمل يعني. تصميم كل عمل في بيروت ينعطى للمستشار هون قسم. يا سيدي إذا المخططات موجودة في الأردن احنا إلا نحصل عليها بطريقة أو بأخرى. يعني تأكدوا إنه اللي قدر يتوصل للنتيجة هذه اللي احنا فيها اليوم بيقدر يتوصل كمان إنه يجيب النتائج إن شاء الله. وشكرا جزيلا لأخواننا في قناة نارت اللي دائما بيسعفونا وبيقدروا مواقف الجمعية وخدمة الجمعية، وشكرا جزيلا ونتمنى لكم التوفيق دائما إن شاء الله. شكرا.